يا مسهل الأحوال يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا وبتوحشونا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس كتير بتقول لي هو السوق ينفع ننزل نجيب منه حمام؟ ينفع تنزل تجيب منه حمام، بس خلي بالك عشان السوق زي ما هو في البني ادم الصالح في البني ادم الطالح. في اللي بيبيع لك الحاجه وبيقول لك الله يبارك لك، وفي اللي نفسه في الحاجه اصلا ومش عايز يبيعها، بس هو ظروفه حتمت عليه ان هو يبيعها. فلازم تقول له قول له الله يبارك لك، يقول لك الله يبارك لك. وانت نازل السوق قلب الحمام عشان خاطر ما تتعكش وتلاقي نفسك شاري حاجه المفروض ان هي حلوه وتروح البيت تلاقيها زي الزفت. دي حاجة تانية. الحاجة التالتة، خلي بال سيادتك ان في السوق ناس بتنصب، ناس بتسرق، ناس تقطرك، تاخد موبايلك، تاخد فلوسك، تاخد كل حاجة. فلازم يكون معاك حد من اصحابك سنيد برضو غاوي، مش لازم يكون مش غاوي عشان ما يبقاش زهقان وهو نازل معاك. تمام. النهارده موضوع الحلقة بتاعتي عن اخلاق الحمام. هو الحمام ليه اخلاق زي الانسان؟ كل حاجة ليها اخلاق، كل حاجة في الدنيا ليها اخلاق. حتى انت، يا اخلاقك حلوه يا اخلاقك بنت كلب فاسده. كل حاجه في الدنيا ليها اخلاق. في نتايه حمام تبقى راقده على بيض، ولما تشوفك تعدي بس من قدام القفص تهج من القفص وتطير البيض. وفي نتايه حمام بتسيبك تخش تقلب البيض تحت منها وتاخده وترجعه لها تاني. دي اخلاق ودي اخلاق. في فردة حمام او في ذكر حمام لما تيجي تقلبه يسيبك تقلبه لين هين، لين كده ملبن في ايديك، تجيبه شمال تجيبه يمين، تنفخه من تحت تغبر ريشه، تجيبه ترصه تستفه، لين في ايديك. وفي فرد حمام مش عايز يتقلب وعايز يفرك في ايديك ويطير من ايديك. وياما حمام عرفت تقلبه وياما حمام ما عرفتش تقلبه من شدة انه خلاص فتح بقه على الضبين هيموت في ايدك. وفي حمام ما عرفتش تقلبه وملص منك طار. فاخلاق الحمام بتختلف من حمام لحمام. في حمام بتمسكه من على السور بايدك، وفي حمام لو شافك على بعد 5 متر بس شاف شعرك وانت طالع، طراطيف شعرك وانت طالع السطح، يهج يطير، ما يستناش ابدا ان انت كانسان تقرب او يشوفك كامل كمال لله. يعني في حمام انت مش فارق معاه وداخل السطح انت كده ك... ك... كقالب داخل تتمشى وبتقرب له، هو اهبل ده تعرف تمسكه. وفي ما ينفعش يشوفك كده ابدا، اذا شاف طراطيف شعرك، اذا شاف طراطيف شعرك يطير. ده اخلاق وده اخلاق. ففي حمام حنين وفي حمام مش حنين. في حمام معاك لين وفي حمام معاك مش لين متعفرت. ده بتعرف تنشه وده بتعرف تنشه. ده ما فيش منه مشكلة وده ما فيش منه مشكلة، بس كل ما هنالك ان انت لازم تبقى على دراية بالتعامل مع النوعين: الهين اللين السهل اللي اعرف اعمل معاه كل حاجة، والمعفرة اللي اول ما بيخش الأوضة بيفضل يطير فيها ويلف اكنه على العرق. واصلك الرؤية؟ طب انا اقدر استفاد من ده واستفاد من ده حبيبي. هو كله حمام، نو بروبلم، مفيش ادنى مشكلة والله. هو كل ما هنالك ان احنا النهاردة في الحلقة دي بنقول لك كيفية التعامل مع الحمام اللي لما بيشوفك بيهج من وش أهلك، وكيفية التعامل مع الحمام التاني لا ده أنت بتعرف تتعامل معاه. الحمام اللين ده اللي هو تمسك النتاية وتحطها وتشوف البيضة دي عمرانة ولا لا وتحطها لها وهي تكعمشها وتدخلها تحت منها طيبة لينة جاية في إيديك ما زي الحرير ملبن. إنما في نتاية تشوفك بس تقرب للقفص لو راقدة على بيض بتطير، وانت وحظك بقى طيرت البيض وقعته كسرته. ليه؟ مش طايقه ان هي تبقى محبوسه، ولا طايقه ان هي حد يقرب للقفص يخوفها. ده حمام عنده شعور بالجبن. في حمام عنده شعور بالجبن هيفضل طول عمره جبان. وهذا التأثير السلبي عليه هو كحمام كبير بيأثر في الزغلول. تيجي تحط ايدك للزغلول تبص تلاقي الزغلول راح راجع وعمل لك صدره كده.
زي اللي عايز يضربك كده. طب ليه؟ عنده شعور بالخوف وعنده شعور بعدم الارتياح، حتى وهو زغلول مش فاهم ايه اللي بيحصل حوالين منه. ما فهمش لسه ان انت صاحبه. انت بتحط ايدك وهو لحمايه كده بيعمل كده، بطش كده كده، بيظبط حاله على هذا الاساس. طب ايه المانع ان عامل ده وعامل ده واخلي بالي من ده، والمتعفرت اراعيه؟ تملي كنت زمان اقول الحمام المتعفرت علي عينه. علي عينه يعني ايه يا بيرجو يا بابا المجال، واللي يصلي على النبي يكسب صلى الله عليه وسلم. المتعفرت مش عايزك قدامه زي المؤشر رايح جاي، فلازم اعلي عينه في قرب الايه، السقف. تملي الحمام المتعفرت عندي على العرق، المتعفرت عندي في قلب الغيه، في قلب بابه، لما تيجي تفتح له تلاقيه راح خارج زي الطلقه. خليه مع بعض او فوق بعض، او فوق بعض صف واحد قريب للسما. هو الحمام خلي عينه اللي فوق منها العرق مباشره، سقف العين العرق، سقف العين العرق، خليه قريب من السما. ده حمام ما بيحبش يلمس العرق، تفتح له يطلع على السما يعملها ويطير. فاخلاق الحمام، لا اخلاق الحمام موجوده. في حمام طار منك لما بتيجي تفتح القفص، طار منك، هو جاهز للهجوم والخروج، طار منك ما عرفتش تعمل ايه، ضرب في وشك خرج، ضرب في ايدك خرج. اخلاقه كده، همجي، جبان، رعن، قوي، مش عايز يبقى محاصر، مش عايز يبقى مملوك لحد. ده على فكرة الحمام ده حلو، الحمام ده حلو. الكتيبة اللي زي كده يا جدعان في ناس بتنزل تدور عليها. انا كنت من ضمن الناس اللي بتنزل تدور على فرد الحمام اللي محدش يعرف يحسس عليه. تصدقوا دي؟ لما كان في غواية اصحابي بعد ما سننا كبر، امسك فرد الحمام واقلبه الاقيه خشع في ايدي كده، اقوم مديه للراجل تاني، مع انه فرد حمام حلو، بس اقول له هتطلع عياله بنت احبه. طب انت خدت بالك من عياله؟ انت لسه فرغته، ده علم غيب يا عم. شكله كده مستكين فهيخليني ادخل ايدي كتير عنده، فهو علق سوري، فهتلاقيه يعني مالوش لازمه، يعني عياله هتطلع دفيانه زي حالاته كده واخده على التحسيس. لكن في فرد حمامي تدخل ايدك يطرقع لك ويلسع، عياله بتطلع تحط ايدك تقوم عامله لك وشها كده، ابعد بعيد عننا. العيال دي هتطلع حلوه، وفرد الحمام لما تيجي تقلبه هتهيج انت عليه، هيهيج هو عليك، هيبقى في رياكشن ورد فعل ليك عليك صعب. انا كنت بعشق الحمام ده، كنت بعشق فرد الحمام اللي هو يجي يمسكه يتنطط في قلب القفص، اقول له هات لي ده، اجي اقلبه الاقي الفرد بيتهز في ايدي، هو ده. اجي افرخه، ما ينفعش ان احط ايدي عند القفص لانه يهد الدنيا، هو واقف في القفص بس مش عايز ايدي تتحط جوه، تك 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 ضرب، هو ده. ده اللي هتاخد منه فرد حمام لو عملتي معاه الصح انت كغاوي هيشرفك. ما اقدرش اقول لك الا كده. لكن هل الحمام، موضوع الحلقه، له اخلاق؟ ليه اخلاق اعرف اتعامل من خلالها؟ اه والله العظيم ثلاثه. الحمام زي ما فيه محاسنات، وزي ما فيه مراهنات، وزي ما فيه مجاملات، وزي ما له مسابقات، وزي ما بتطعمه وبتداويه وتعفرته، هو برضه ليه اخلاق بتعرف ازاي من خلال رؤيتك ليه انك تتعامل معاه، بالذات لما يكون فرد حمام هتعاشره. زي بالظبط كده اعزكم الله الكلاب، الكلاب زي ما تيجي تحط ايدك عند كلبة تخليك تحسس عليها وتظبطها وتحط ايدك تمام تمام. وفي واحد يقول لك ما تحط، ما تدخل، ما تخشش، مش ما تحطش ايدك، ما تخش اذا دخلت ذنبك على جنبك. ليه؟ اخلاق. اتعلم على الطيبة وفي اتعلم على الشراسة. اظن احنا فاهمين كويس في الكلاب. كلاب شرسة، كلاب طيبة، والكلاب في الشارع اديكوا شايفينها بنت احبة، اعزكم الله، يعني ربنا يديكم الصحة، انا اسف على اللغة والتعبير، تنهشك، ما احناش مدربين لسه للتعامل معاها. فالحمام من اخلاقه انك من كتر ما بتعاشره او من ساعة ما بتجيبه بتفهم القصة ايه وبتفهم الحياة ايه، وواحدة واحدة الحمام بياخد عليك زي الانسان، زي ما انت بتاخد عليه هو بياخد عليك، بيصورك، بيديك
كاميرا كده بيلقطك، بيعرف ان انت حبيبه وصاحبه، اللي بتاكله، اللي بتشربه، اللي بتظبطه، اللي بتشخخه، اللي مروقه، اللي منضفه، اللي مروق عليه، اللي مخليه زي القشطه. هو رخل بيبقى في حماك بعد ربنا سبحانه وتعالى، وبيبقى هين في ايدك. والغير هين الشقي عليله قفاصه، خليه رايق مع نفسه، خد منه احلى فرخ وانت بتدعي لي. وما تزعلش من الحمام اللي بتلاقيه شرس. الحمام ده جميل، ما بيحبش يتمسك كتير، وحط تحت النقطة دي 100 حرف و100 شرطة. الحمام الرخم ما بيحبش يتمسك، وانا بعشق فرد الحمام اللي يقلش ويكبر ويرمي ريش ويبقى عليه كسوة كده تحفة، ما اتلمستش ولا في ريشة دبلانة وكله متستف ورا بعضه وما بيتمسكش. بعشقه، بحس كده ان هو مرمر، قطعة الماظ، فرد ما بيسمحش لحد يمسكه، فرد عايش مع نفسه بودانه، تقرب له يهج، ولما تمسكه تلاقيه هيتبهدل في ايدك فتضطر تسيبه. انا بحب الحمام ده. واحلى مسا عليكم. اتعامل مع الحمام زي ما بتتعامل مع عيالك. سلام. ده دي رضي. باي باي.